السلام عليكم. يوم جديد وفيديو جديد وطاقة إيجابية جديدة. كلنا طبعا زهقنا من اللحمة ومن الضحية، فقلت كده بنت يانوسة يا عسل قومي تشملي واعملي لنا شوية فطير حلوين كده وزي العسل من ايديك الحلوين دول. هنشوف بقى الوحدية هيعملوا الفطير المشلتت عامل ازاي، هيطلع اخباره ايه، هيبقى حلو كده زي الفطير بتاع الشرقوة ولا ايه؟ طبعا كلنا عارفين الشرقوية بيعملوا احلى فطير وفطير لا يعلى عليه، لا بيجي لا قبله ولا بعده. فهنشوف بقى الوحدية لما يحطوا في دماغهم يعملوا فطير مشلتت هيطلع معانا ازاي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا. بس هنبدأ الفيديو من الآخر للأول، هنبدأ بطريقة الفرد الأول وبعد كده نعمل مع بعض العجينة بتاعتنا. عندي النهاردة طريقتين للفرد، أي طريقة تعجبك اعملي بيها واللي هتريحك استعمليها. أول حاجة هنعملها إن احنا نشوف السمنة بتاعتنا تكون اللي هي لا سخنة قوي ولا باردة قوي، هتحطي ايدك فيها تقدري تستحمليها. ال- الفطيرة بتاعتي دي انا عملتها بثلاث كور. الكورة بتكون حجمها متوسط. دهنت الصينية بتاعتي سمن وبعد كده فردت الفطيرة بتاعتي. الكورة الاولانية زي ما انت شفتي، هفرد معاكي واحدة تاني عشان تكوني فاهمة انا هعمل هفرد الكورة بتاعتي من جوه لبره. بس الطروف بتاعتي العجينة بتاعتي هي اللي هتك عليها شوية. اللي من جوه في النص انت لما هتشدي العجينة زي ما انا فردتها دلوقتي هتفرد معاكي وهترق اكتر. بعد ما فردت الكوره بتاعتي جبت الطبقه اللي انا عملتها وطبقتها زي المربع الاولانيه حطيتها في النص. بعد كده هبدا اطبق الكوره بتاعتي لمربع تاني. كل ما اطبق ربع احط عليه سمن. خلاص، اطبق العجينه بتاعتي واخليها تاخد شكل مربع. بعد كده اشيل المربع بتاعي وابدا افرد في الكوره التالتة اللي هي الكوره الاخيره. خلاص الفطيره بتاعتي دي هتبقى عباره عن 3 كور زي ما قلنا. الفطير ده بيطلع روعه، احلى كمان من الطريقه الاولانيه، طريقه الفرد الاولانيه اللي احنا فردناها مع بعض على القناه. لو حابه ترجعي لها ارجعي للفيديو الاولاني هتشوفي طريقه الفرد الاولانيه اللي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده. شدي وما تخافيش، هيتفرد معاكي العجين وهيبقى حلو. حتى لو اتقطع معاكي مش مشكلة، هيطلع معاكي برضو زي العسل. كل حاجة بنعملها بايدينا وكل حاجة احنا بنجربها وكده بتطلع معانا حلوة ان شاء الله بإذن الله. طول ما حطيتي في نيتك ان شاء الله ان الحاجة بتاعتك تطلع حلوة هتطلع معاكي زي الفل وزي العسل. خلاص اطبق بقى العجينة بتاعتي، كل ما اطبق ربع احط عليها السمنة بتاعتي. اطبق العجينة واخليها على شكل مستطيل او شكل مربع. مش هحاول ان انا بقى اكورها واعملها سره. لما بتعمليها سره بتحسي ان هي مكتومه شويه، لكن كده بتبقى الطبقات بتاعتك رقيقه وخفيفه كده وحلوه. خلاص اخدت العجينه بتاعتي او الفطيره بتاعتي حطيتها على الصينيه واسيبها ترتاح. دي طريقه الفرد التانية اللي هفردها معاكي. والطريقتين احلى من بعض، والطريقه اللي هتعجبك اشتغلي بيها. عندي الفطيره دي عملتها كوره كبيره شويه، فردتها زي ما احنا متعودين مع بعض. ادهن الصينيه بتاعتي شويه سمن، لو مش هتقدري تتحكمي في السمن ادهنيها زيت. وافردي العجينه بتاعتك ورققي الطروف بتاعتها الطروف بتاعتها. وسيبي النص يعني حلو شويه، لان انت لما هتفرديها وهتشديها هتتفرد معاكي اللي في النص. بصي لما فردتها كل ده دخل من تحت هوا، بصي بخبط لك عليها ازاي، كل ده هوا. كل ده هيخلي الفطيره بتاعتك تبقى مورقه وحلوه. افرد عليها ارش عليها شويه سمن وبعد كده ابدا اطبق العجينه بتاعتي. دي هطبقها زي الطريقه الاولانيه خالص او الطريقه الاصليه بتاعه الفطير. بصي اخبط لك عليها ازاي، كل ده هوا ما شاء الله. طبقتها كده الربع وهبدا احط سمنه، كل ما اطبق ربع احط عليه السمنه فوق منه. اجيب الناحيه التانية واحطها فوق منها واحط عليها شويه سمن. دي تعتبر زي الطريقه الاولانيه بالظبط، بس هيبقى فيه اختلاف بسيط. هبدأ بقى اطبق الشريط اللي قدام مني المستطيل اللي هو الطويل ده، هبدأ اطبقه مربع او مستطيل، على شكل مربع او شكل مستطيل.
احاول ان انا ارق او اشد كده في العجين بتاعتي عشان تبقى الطبقات بتاعتي خفيفة. خلاص خليتها كده على شكل مستطيل، احاول ان انا بقى اديها شكل دايرة، بس مش هكورها، مش هعملها سره. احطها في الصينية بتاعتي وبرضو اسيبها لحد لما ترتاح. الفطير المشلتت يا بنات عايز ايدك تبقى فيه على طول، ممارسة يعني. كل ما تشتغلي فيه كل ما هيديكي نتيجة احسن. خلاص العجينة بتاعتي كده ارتاحت. الجزء ده الصراحة انا نسيت مصوره. العجينة ارتاحت وفردتها في الصينية دي، كانت اول فطيرة انا عملتها. بص اتفردت معايا واخدت الصينية لحد الاخر، ما شاء الله عليها. ادخلها بقى فرن يكون سخن، انا مولعه عليها من تحت ومن فوق. احطها في الرف اللي هو من تحت لحد لما تاخد لون ذهبي كده خفيف، ارفعها تحت الشوايه، هتاخد اللون الحلو اللي انت شايفاه قدام منك واطلعها. بص دي الفطيره بتاعتي الاولانيه دي كانت استهدت شويه لما جيت اصور، لكن دي كانت لسه يدوب خارجه من الفرن. بصي منفوخه وعامله ازاي حلوه، ده يبين لك ان الفطيره بتاعتي كانت ناجحه. الفطير بتاعي لما بيستهدى شويه كده احطه في الكيس واغطيه شويه واسيبه. لو انت عايزه الفطير بتاعك يبقى طري وحلو، لو انت بتحبي الطبقه اللي من فوق تكون مقرمشه سيبيه، لكن احنا بنحبه يكون طري. هوريكي بقى دلوقتي، هفتح لك الكيس واوريكي الفطير بتاعي عامل ازاي. ما شاء الله، الله اكبر، فطير زي الفل، بألف هنا وشفا على قلب كل اللي اكل منه. حاجه كده زي العسل. ما شاء الله عليك يا نوسة، يعني الفطير طلع حاجه من الاخر. لازم نشجع نفسنا كده يا بنات، لازم نسمع نفسنا كده كلمتين حلوين يشجعونا، يخلونا نقوم نعمل الحاجة تبقى احسن واحسن. هقطعلك منه حتة دلوقتي وهوريك الطبقات من جوه عاملة ازاي. البنات واقفين مش صابرين لحد لما اخلص تصوير، عايزين ياكلوا منه. بص الطبقات حلوة وخفيفة، وهو كمان لما برضو لسه سخن فانا مش عارفة اتحكم فيه، يعني ممكن تكون الطبقة كمان ماسكة في طبقة تانية. الفطير المشلتت ده بقى كده تكليف بمزاج كده، مع حتة جبنة حادقة مع شوية عسل اسود، ما شاء الله، خيال. طبعا الفطير المشلتت ده عندنا احنا بتوع الواحات ما كناش نشوفه الا في الافلام والمسلسلات، كنا بنشوفه كده حاجة يعني ايه، آه، خيال كده. كنا ايه ايه الحاجات الحلوة دي، طب بيعملوها ازاي؟ طب يعني بيبقى حلو قوي شكله، حتى يفتح النفس كده على الاكل. كان الواحد يبقى عايز يدخل جوه التلفزيون عشان خاطر ياكل حته من الفطير المشلتت اللي بياكلوا منه. لحد لما اتجوزت و وحماتي ما شاء الله الله اكبر، يعني هي اصلا مش من هنا، ف يعني استاذه في الفطير. بس حماتي مشكلتها ان هي بتعمل الفطير مش بمقادير ولا حاجه، انا عايزه الحاجه تبقى ايه مظبوطه على الشعره. فكانت تقول لي لا انا بعمل كده بالبركه. ففضلت يعني اخد بالي معاها لحد لما جربت مره واتنين وتلاته وبوظت وبهدلت الدنيا في حاجات كتيره، بس الحمد لله في الاخر طلع يعني فطير ما شاء الله زي الفل. اللي بياكل منه بيشكر فيه وبيقول ان هو حاجه كده بسم الله ما شاء الله عليها. وانتي كمان كل ما ايدك هتاخد على العجين وكل ما ايدك هتاخد على الفطير كل ما الحاجة هتطلع معاكي حلوة واحسن واحسن. لازم تشجعي نفسك ولازم تجربي ولازم تشوفي. مش لازم يا ستي تعملي في كمية كبيرة، اعملي في حاجة تكون بسيطة، في نص كيلو، في ربع كيلو، واعملي كده وفرحي نفسك وفرحي عيالك لما يشوفوكي عامله لهم كده الحاجة من تحت ايدك تطلع معاكي زي العسل. احنا هنعمل النهاردة مع بعض، هنعجن 3 كيلو دقيق. الدقيق بتاعي يكون منخول كذا مرة، كل ما تنخل الدقيق كل ما يدخل فيه هوا وكل ما الفطير بتاعك يبقى حلو ويبقى زي العسل. زي ما احنا متفقين مع بعض ان كيلو الدقيق للفطير المشلتت بياخد معلقتين سكر كبار ومعلقة صغيرة ملح. يعني انا ال3 كيلو هياخدوا معايا معلقة ونص كبيرة ملح. لو عايزة تحطيها على الدقيق حطيها، عايزة تحطيها وتدوبيها في المية عادي. ومعايا 6 معالق كبيرة سكر دوبتهم في المية، وهنزل بالمية بتاعتي شوية بشوية، مش هحط المية مرة واحدة علشان خاطر العجين بتاعي ما يبقاش طري قوي ومعرفش اتحكم فيه. ايديكي هي ميزانك، هي اللي هتعرف العجينة بتاعتك خلاص وصلت للعجن بتاعها وان هي القوام بتاعها المطلوب ولا لا.
العجينه بتاعتي لا تكون لا طريه قوي ولا اللي هي ناشفه قوي. هتعرفي منين ان انت خلاص العجينه استكفت من العجن؟ لما تشديها كده زي ما انا وريتك دلوقتي، ما تقطعش منك. هتريحي العجينه في الصيف نص ساعه، تغطيها كده وتسيبيها. لو في الشتاء هتحطيها تسيبيها ساعه. كل ما هتريحيها كل ما هتديكي فطير حلو، وكل ما تخدمي العجينه برضو حلو، كل ما الفطير بتاعك يبقى احلى واحلى. هنقطع بقى العجينه بتاعتنا على ايه؟ لكور، على زي ما انت عايزه تعمليها فطيره كبيره اعمليها 3 كور، تكون متوسطه. عايزه تعمليها فطيره حلوه كده اعمليها كور صغيره. انت لما تكوني لسه مبتدئه اعمليها كور صغيره على قد ايديكي علشان تقدري تتحكمي في الفرد بتاعك. اعملي الفطيرة 4 كور، هتطلع معاكي فطيرة حلوة زي الفطيرة اللي احنا شفناها، مش الكبيرة، اللي هي الوسط. خلاص احنا دلوقتي كورنا العجينة بتاعتنا على شوية دقيق. هنغطي الوش بتاعها بشوية زيت، وبعد كده نغطيها ونريحها نص ساعة تاني. في الصيف نص ساعة، وفي الشتاء ساعة. كل ما ترتاح كل ما هتديكي فطيرة احلى. جربي وما تجربيش في كمية كبيرة. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. مع السلامة.